معانا نوع من احلى انواع الحلويات في رمضان. آم، دمياط بس اللي مشهورة بنوع الحلويات ده، وهو العزيزية الدمياطي. هنعملها على طريقتهم كده، بس بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت الطريقة مش مكلفة، وفي نفس الوقت نوع من الحلويات حلوة قوي قوي قوي. هنجيب على طول معانا كوباية من المكرونة، كوباية واحدة بس. هنسلقها كده على النار لحد لما تتسلق كويس قوي، تتهري يعني. وبعد كده هناخدها بعد ما تتسلق، ننزل عليها بكوباية من الحليب. وبعد كده هناخدها على الخلاط نضربها، هتبقى معانا بالشكل ده. وبعدين هننزل عليها كوباية من السكر، والسكر على حسب الرغبة، يعني عايزة تزودي عن كوباية زودي، عايزة تقللي عن كوباية قللي، براحتك خالص. وبعد كده هنجيب كيلو من الحليب ننزل عليهم، وهننزل عليهم برضو ب3 معالق كبار من النشا، وهننزل بالفانيليا. ولو في قشطة حطي قشطة عليهم تديها دسامة اكتر. وهنقلب كل ده على البارد كده. وبعد كده هنحطها على النار، هنقلبها كويس قوي على النار زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بعد ما نقلبها هناخدها بقى، نكون احنا جايبين صينية. الصينية فيها بقى سمنة بلدي، تدهنيها من تحت بالسمنة البلدي كده. حاولي تكتري علشان السمنة البلدي بتديها طعم وريحة، وبصوا بتبقى خطيرة يعني في الاخر. هندهن الصينية كويس جدا. وبعد كده هننزل بالخليط كده. وبعد ما ننزل بيه هنسيبها شوية، يعني مش هندخلها الفرن على طول. هنحطها في الصينية، وهنروح نازلين عليها على الوش بسكر. نرش شوية سكر على الوش، وفوقيهم بقى سمنة بلدي كده نوزعها على الوش برضو. ونسيبها نقعدها كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة. بعد كده هندخلها على الفرن. بنقعدها ليه؟ علشان الطبقة اللي فوق ما تفصلش عن الطبقة اللي تحت، يعني الوش ده ما يفصلش عنها. وهتدخل الفرن هتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها تبرد، ندخلها التلاجة، بعد كده نقطعها للقطع زي ما انتوا شايفين كده. حاجة كده من الحاجات الجميلة بصراحة. لو انا عن نفسي عجباني جدا. لو عجبتكم لايك وشير، واشوفكم دايما بألف خير.